طيب احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ كده مع بعض الكورس العملي. آه، باختصار شديد احنا عايزين نعرف احنا هنشتغل ازاي في المستشفى. يعني انا دلوقتي مثلا الناس اللي درست الامريكان بورد او درست المنهج بدأت تدرس منهج الكلينيكال. عايز مستشفى هننزل نشتغل بشكل عملي. فعايزين نعرف ازاي نشتغل بشكل عملي. ايه الخطوات اللي انا هعملها؟ ايه المحاليل والمنتجات اصلا اللي انا موجودة في سوق العمل وابدأ اشتغل بيها ازاي. وابدا اطبقها ازاي بشكل عملي عشان يعني ابدا اشتغل يعني في المستشفى او احط سيستم ازاي للمستشفى للشغل بتاعي. ده اللي احنا هنتكلم عنه في الكورس. تمام. يعني انا دلوقتي في مستشفى ازاي ابدا اطبق الايه الشغل العملي بتاعي زائد الايه المنتجات اللي موجوده. ازاي احط سيستم للمستشفى كامل. انا من واقع خبرتي بفضل الله يعني من 2013 اول حاجه اشتغلتها كانت مستشفى زايد التخصصي. الكلام ده من حوالي 10 سنين وعملت اول وحده تغذيه بشكل كامل كاورال انترال بارنترال. فعشان كده احنا هنتكلم النهارده ازاي التغذيه وازاي نشتغل السيكونس بتاع النيوتريشن. انا هعمل ايه في المستشفى، انا دوري ايه في المستشفى، وايه الخطوات اللي انا هعملها عشان اقوم بدوري بشكل كويس. فده الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده في الايه في اللايف بتاعنا. ان شاء الله المحاضره النهارده مش هتبقى كبيره قوي بحيث ان الناس في بعض الناس لسه اول مره او لسه مش متعودين على السيستم بتاعنا او الشغل بتاعنا، وهيبقى فيه جزء تعارف وجزء زي ما احنا بنعمل كده انتروداكشن. ولسه ناس مثلا بتظبط وقتها او موعدها على الميعاد بتاعنا. بعد كده ان شاء الله المحاضره هيبقى فيها اجزاء اكتر. يعني النهارده متوقع المحاضره ممكن تاخد مثلا حدود ساعه. وبعد كده اخد الاسئله بتاعت حضرتك.